السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله البنات فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله البطبوط بالدقيق ديال الشعير والقمح. كيجي زوين بزاف، كيجي صحي وبنين بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوش البنات لايك الفيديو وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. هاد البطبوطه البنات راه زوين بزاف بزاف، ويمكن لكم تنسموه بالزعتر او ديروه معاه الزيتون، عندكم الاختيار. انا غادي نديروها غير عادي وندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. اول حاجه البنات، هنا عندي زلافه ديال الدقيق ديال الشعير، ماشي البلبوله الرقيقه، الدقيق ديال الشعير كيكون مطحون مزيان حتى كيولي على شكل دقيق. هنا عندي الدقيق ديال القمح حتى هو غادي ندير منه زلافه ونص. المهم رزت نص زلافه تحذف ليا المقطع. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر. وهنا عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز. غادي نضيف هنا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، والملحه بطبيعه الحال على حسب الذوق. بالنسبه لهاد البطبوطه البنات راه كيجي زوين بنين بنين بزاف. في هاد المرحله البنات الا بغيتو تنسموه ممكن ديروا شويه ديال الزعتر. صافي هنا غادي نجمع بالماء دافي، ما يكونش البنات سخون بزاف لان الدقيق ديال الشعير ما كيبغيش الماء سخون، الماء يكون غير دافي شويه. صافي وغادي نجمعها في الاول على هذا الشكل، تكون شويه عاقده، ما نجريوهاش من الاول. صافي وكنبقى نجمعها غير هكا، راه ما كيحتاجش البنات للدليك نهائيا. صافي غادي نخلطها على هذا الشكل، غادي نزيد نرش واحد شويه ديال الماء. صافي وغادي نغطيها ونخليها حتى كتخمر المره الاولى. صافي هنا من بعد ما تشربت هذاك الماء كتبان لي ضاعف الحجم ديالها شويه، كنعاود نجمعها على هذا الشكل. كنبقى غير ندلكها غير هكا بهذه الطريقه هذه، وانا كنزيد الماء غير بشويه بشويه، ما تكثروش البنات الماء، ما خصوش يكون جاري. صافي كنبقى ندلكها على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ديروه في العجانه راه كيجي ثاني مزيان. صافي من بعد ما جمعتها على هذا الشكل غادي نغطيها ونخليها تعاود تخمر المره الثانيه. صافي من بعد ما خمرات البنات تناخذ هنايا البلبوله الرقيقه. سمحوا لي التصوير ما عرفتش كيفاش جاني هكا، غير قبلوا على الفيديو. صافي البلبوله الرقيقه البنات شفتوا معايا، كنعاود نقطع من العجينه ملي كتخمر للمره الثانيه، كنقطع قريصات او بطيبيطات. صافي وكندوزهم نفندهم في هذيك البلبوله الرقيقه وكنحطهم في واحد اللاطه على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد القريصات البنات راه درتهم غير صغار، راه ماشي كبار. صافي غادي نحطهم ونغطيهم ونخليهم يبداو يخمروا شويه بشويه. صافي هنا من بعد ما كيبانوا ليا بداو كيخمروا كنشعل المقله. العافيه كتكون متوسطه، ما تكونش مجهده باش كيطيب مزيان، حيت هذا البطبوط ديال الشعير كيكون شويه كياخذ الوقت في الطياب. وراكم عارفين الدقيق ديال الشعير ما كيتنفخش ملي تقرصوها البنات، ما ترقوهش بزاف، خليوه شويه غليظ. صافي وكندوز نبدا نطيب على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد البطبوطه البنات راه كيبقى مده طويله في الثلاجه، ما كيوقع ليه والو، ملي كتسخنوه بحال يلا طيبتو كيجي بنين بزاف، خصوصا مع زيت الزيتون. الا بغيتو كاع دهنوه بزيت الزيتون راه كيجي زوين. صافي وكنبدا اللي طيبتها اللي قرصتها كنطيبها، يعني ما كنقرصوهش مره واحده. هذا هو السر ديالو، ما تقرصوهش وتحطوه في بحال البطبوط العادي، لا كنقرصوا اللي قرصناها كندوزو نطيبوها بحال دابا انا كنطيب وقرصت وحيده اخرى كتطلق. حيت الا قرصتوه كامل ملي تجيو ترميوه غادي ما غاديش يبغي يتهز ليكم، كيكون العجينه ديالته شويه كتكون كتقطع. صافي على هذا الشكل. والسر ديالو البنات باش يتنفخ في المقله. هانتوما شوفوا معايا انا كنطيب وكنقرص في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم البنات السر ديالو باش يطيب باش يتنفخ هكا في المقله، غير كنحطوها شويه مباشره، كنعاودو نقلبوها على الجهه الاخرى وكتبقاو طيبوه تقلبوه يعني بزاف المرات باش كيتنفخ. ما تحطوش وتخليوه حتى كيطيب من جهه واحده، لا كنحطوه المره الاولى ونعاودو دغيا نقلبوه في البلاصه ونعاودو نقلبوه كل مره تنقلبو. ومره بطبيعه الحال كنمسحوا المقله لان كيطيح فيها هذاك البلبوله ديال الشعير وكتحرق.
صافي على هذا الشكل، وغادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا راه كيتنفخ وكيجي مفروق من الداخل وما كيجيش مدقس نهائيا، راه ما فيهش الفورص، ومع ذلك كيجي هكا على هذا الشكل منفوخ. بالنسبه للقمح البنات رانا درت القمح البلدي، يعني القمح ديال اللي كنطحنوه عادي. الا ما توفرش عندكم يمكن لكم ديروا غير الدقيق ديال الفارينه، حتى هو راه كيجي زوين مع القمح. انا مع البلبوله انا بعض المرات نخلطهم بثلاثه، غير ما توفرتش عندي الفارينه البلديه راه معروفه راه كتباع. صافي وكنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. شفتوا معايا هذه راه قرصتها وخليتها واحد شويه. شوفوا تشقات من الجناب، يعني علاش قلت لكم ما تقرصوش وتخليوه، يعني كتقرصوا اللي قرصتوه تحطوه في المقله طيب، راه كيكون خامر جوج ديال المرات، يعني ما نعاودوش نحتاجو نخمروه مره اخرى، غير كنقطعوا اللي قرصناها نطيبوها. الا خليتوه كيتشقق من الجناب وما كيجيش الشكل ديالو زوين وما غاديش يتنفخ، هذا هو السر ديالو. ونتمنى ان شاء الله تجربوها البنات، راه كيجي زوين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الدقيق ديال الفورس، هذا راه صحي وزوين وكيتهضم دغيا، خصوصا الا ضفتوا ليه واحد المعلقه ديال الزعتر محكوك، او ملي دهنوه بالزيت العود كترشوا عليه شويه الزعتر كيجي زوين. انا مع البنات ما كيبغيوش ليا الزعتر في البطبوط، داكشي علاش ما درتوش. صافي ونبقى هكا على هذا الشكل. ها نتوما راه نفتح معكم وحيده، شوفوا من الداخل حتى النهايه ديال الفيديو ان شاء الله، ونوريكم من الداخل كيفاش كيجي. صراحه هذا زوين، وخصوصا دابا مع قرب ان شاء الله سيدنا رمضان الشهر الكريم، راه كيجي زوين لا بالنسبه للفطور ولا حتى السحور، راه كيشبع يعني وما كيضرش، كيجي زوين بزاف. شوفوا معايا انا غادي نفرق معكم وحيده من الداخل. انا مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش طويل ويجيكم الملل، راه وليت كنسرع الفيديو على هذا الشكل. شوفوا من الداخل كيجي زوين مفرك ما مدقس ما حتى شي حاجه. صافي وكنرافقوه مع زيت الزيتون كيجي بنين بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطيبيطات ديالنا ديال الدقيق ديال الشعير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. يلا البنات بسلامه عليكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو